هتصدقوا ان هو دوت اللي خلاني اعرف اتني رجلي تاني؟ طبعا مش هتصدقوا. والله هو دوت اللي خلاني اعرف اتني اسجد تاني على الارض بعد ما كانت رجلي ما كنتش بقدر اتنيها. الفيديو ده مهم جدا، اتمنى بجد تتفرجوا عليه للنهاية. يلا بينا نبدأ، بسم الله واشوف عملت ايه. اول حاجة هنا الرجول ديت مش منزلاها او مش جايباها علشان خاطر انها ترند او كل الناس دلوقتي بتتكلم عليها. انا بقالي 6 شهور بجيب الرجول ديت وبشربها وباكلها، وعايزه اقول لكم والله فرقت معايا بجد. انا في الفيديو دوت انا بحلف علشان خاطر دي حاجه حاصله معايا، يعني هو دوت فعلا حاصل معايا. انا جبت لكم اللي انا مفرزاه في التلاجة عشان خاطر اوريكم ان دوت مش جايباها مثلا شويه وخلاص، لا انا بجيبها وبفرزها عندي في التلاجة، واول ما احس بألم في رجلي بنزلها. طبعا طريقه السليق كلنا عارفينها، ان احنا بنغلي الميه، او طريقه التنظيف بتاعتها ان احنا كلنا بنغلي الميه وبستناها انا بالظبط 10 ثواني بالظبط وبطلعها علشان خاطر ما تتهريش معايا، وبعد كده بقشرها. المهم انا بقول لكم في الفيديو دوت ان بجد كانت على طول رجلي دايما شغاله تيك تاك تيك تاك، على طول بتطرقع طول الوقت رجلي طول ما انا ماشيه، وكان فيها الم فظيع جدا من عند ركبتي بجد. قعدت فترة كنت لما باجي أصلي كنت باصلي وأنا قاعدة، تخيلوا إن قمة الوجع كانت قد إيه. لحد بصراحة ما حد قال لي إن الرجول ديت هي اللي هتخفف لك رجليكي، وهي ديت اللي هتعمل معاكي. في الأول قلت يا بصراحة إيه دوت، أنا عمري ما أكلتها، دي حاجة هتبقى ريحتها وحشة. عايزة أقول لكم إن أنا في الأول حقيقي ما كنتش طايقاها بصراحة يعني، بس هو بيقول لك إيه اللي رماك على المر اللي أمر منه. انا فعلا كانت رجلي بجد بتوجعني، فقلت ايه المشكله ان انا لما اجرب. فجبت وجربت، وفي اول حاجه جربت يعني بايه، بخمس يعني 5 فروض بس، يعني 5 وحدات، 5 رجل بمعنى اصح، رجل واحده يعني. وايه بصراحه يعني في الاول كده قلت ايه هجرب، هما قالوا لي لو جربتيها هتجيبيها وتستمري عليها لمدة أسبوع إنِّك تاخديها. هُم اللي قالوا لي بصراحة قالوا لي شهر، لإن هُم ساعتها كانوا مجرّبينها وقالوا لي إن أنا فضلت قاعدة شهر كل يوم باكل منها. أنا بصراحة جبتها ومن تالت يوم، يعني تالت يوم ابتديت أحس بالفرق الشاسع بصراحة في الألم بتاع رجلي بجد. يعني أنا باقول لكم عن تجربة عني أنا شخصيًا. فحقيقي يعني بدل ما هتاخدوا برشام او تاخدوا حاجة، دي حاجة ربانية طبيعية هترجع لكم تاني اللي هو السائل اللي ما بين الركبتين دوت، او بمعنى اصح هتضيع الخشونة. لو انتوا حابين تجربوها جربوها وشوفوا الفرق. بس طبعا الفرق هو مش برشام مسكن هيبان لكم من اول مرة، دوت يعتبر علاج بتعالجي الحاجة اللي كانت ناقصاكي في الألم بتاع رجليكي. هتجربيه وإن شاء الله بإذن الله هيكون معاكي في فرق شاسع. طبعا انتوا شفتوا الطريقة وانا بكلمكم ان انا نضفتها، وبعد ما نضفتها قصقصت ضوافرها وحطيت لها ملح وخل ونقعتهم مع بعض شوية حلوين كده عشان خاطر لو فيها اي ريحة وحشة تروح. وباسيبها بقى تتنقع 3 ساعات 4، وباغليها. باحط في الشوربة ورق لوري بصلاية و2 شريحة من الطماطم، وباسيبها تغلي بقى. في الوقت دوّة باسيبها تغلي على الهادي جدًا، يعني عايزة أقول لكم أنا باسيبها بتاع 3 ساعات على النار. أنا باعملها كده علشان خاطر كل المادة اللزجة اللي هي بتبقى موجودة ديّة تنزل في الشوربة. يعني أول لمّا بتغلي على النار عندي باوطّي عليها شمعة كده وباسيبها بقى مع نفسها. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده أكنها بتتهرى كده، الشوربة زي ما شُفتوا عاملة شبه الجيلي كده. يعني هي ديّة المادة يعتبر اللي بتخش بقى جوّه العضم، بتعوّض الخشونة وبتخلّي الخشونة اللي بتبقى موجودة في الرجلين اللي هي بسبب التكتكة والطرقعة ديّة، هي يعتبر اللي تروح. أنا باكلها عادي جدًا، خلاص اتعودت عليها، بجد طعمها حلو لإن أنا كمان لمّا باهريها وباحط لها ملح طعمها بيكون مالح مضبوطة، الملح بتاعها مضبوط، وبتكون طعمها حلو وباكلها عادي جدًا. شايفين طبعًا العضم. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بس باعمل 7، يعني معدتي ما بتقبلش أكتر من 7 بصراحة. يعني طبعًا كل واحد على حسب راحته. هي فعلًا مفيدة، هي فعلًا بتضيّع الخشونة، هي فعلًا بصراحة أنا ما أعرفش ما لاحظتهاش بصراحة على وشي إنها عملت حاجة، بس هي فعلًا مفيدة
لو في حد فيكم أعزكم الله كان مثلًا رجله بتوجعه كده، يا ريت لو يجربها حقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله.